قلنا لش تحبسوا أحمد حجر، قولوا لنا بالمختصر. أداه كلام كله عبر عن واقع الشعب اليتيم، من المواجع ما صبر، أدى الحقيقة يا بشر، واليوم حياته في خطر، محبوس والموقف أليم. يا فاسدين ايش الخبر، قدي لكم ما النخر، ما منكم غير الضرر، قد اليمن وسط الجحيم، في كل قرية أو حضر يشكو من الناس الغجر، الهم فيهم والسهر، خافوا من الله العظيم. أولا تحياتي للإعلاميين اليمن بكاملا الذي تضامنوا مع الأستاذ أحمد حجر. هو أدى يعني بينتقد الفاسدين الذي بينهبوا الناس باسم الدولة، الفاسدين بشكل عام، وما بيزعل إلا فاسد. هو انتقد الفاسدين فقاموا حبسوه، فإن شاء الله إنه يخرج، ما بش على شيء، كما هي فاضية ما بش على شيء. اليمن قدر الناس طابحين، قدر الناس طافحين، يعني ما عبى الواحد ما بيخرج دي داخل قلبه. أي إعلامي وأي يعني منتقد بيخرج دي في قلبه، ومن بيجوا يشتكوا عندهم مواطنين، فالرجال الإعلامي خرج دي في قلوب المواطنين. مواطن ما يوصلش كلمة لا عند رئيس ولا لا عند، يرجع مع من عبر الإعلامي، فالإعلامي ينتقد ويخرج دي في قلبه. وتحياتي للجميع.